النتيجة ظهرت وفي ناس بتحتفل وناس بتنتحر، وكل واحد شايف ان مصيره اتحدد بناء على نتيجة الثانوية العامة بتاعته. بره يا فاشل. ايه الهاري ده؟ انت معتبرها نتيجة كاس العالم وهي فعليا كأنها بالظبط نتيجة دوري الشباب تحت 12 سنة اللي بتتلعب في مركز شباب الصحراء الغربية. فعلا الثانوية العامة ضغط عصبي ووهم بتحديد المصير، وهي فعليا ولا حاجة. عارف ليه؟ فكر في السؤال ده كويس. اول الثانوية العامة بتاعكوا ده طلع الاول في ايه؟ انا اقول لك، طلع الاول في نظام تعليمي مش موجود في قائمه احسن 100 نظام تعليم على مستوى العالم. الاول على نظام تعليمي توجيه الطلاب فيه للكليات ملوش اي علاقه بامكانياتهم الحقيقيه. يعني حضرتك ممكن ما تبقاش مهندس عشان ما عرفتش تحط مضاد جري من هنا في جمله مفيده. الكليه اللي انت هتموت عشان ناقصك ربع في المية عشان تدخلها اصلا ليس لها ترتيب دولي محترم. اكتر جامعه في مصر واخده رانك على مستوى العالم هي جامعه القاهره، وهي مش ظاهره في احسن 300 جامعه على مستوى العالم. وملوش لازم نتكلم على ترتيب باقي الجامعات لان الارقام تخدش الحياء العام. العالم بيتحرك اسرع من انك تقعد 5 سنين تدرس حاجه. على فكره اصلا انواع الشغل نفسه اتغيرت، وللاسف احنا في مصر عايشين في عالم موازي. يعني في كليات كتير ومش هقول اسامي عشان محدش يزعل، محدش قادر يفهم دول المفروض لما يتخرجوا هيشتغلوا ايه، وفعلا محدش عارف هم ليه موجودين اصلا. والمشكله الاكبر ان تنسيقنا العظيم ممكن يلبسك في واحده فيهم. نيجي بقى للتنسيق او زي ما بحب اسميه الخلاط. الخلاط ده بقى يا سيدي شغلته انه يدخل كل واحد الكليه اللي هو مش عايزها خالص. يعني انت طول عمرك نفسك تبقى مهندس نفسك، وفجاه احنا التنسيق يا فندم. الف مبروك، حضرتك دخلت معهد القطن للدراسات المتطوره والسمك الفيليه. اثبت نفسك فيها وان شاء الله يكون لك مستقبل مبهر. كلام سمج هتسمعه من ناس كتير. روح بقى اثبت نفسك في السمك الفيليه يا معلم. واحد تاني نفسه هيموت ويشتغل في التسويق، بس ربنا ابتلاه بقى في الثانويه العامه وجاب 98%. طبعا لازم يخش طب، وتقول له يا ابني ما تخش تجاره. الله، مش نفسك تشتغل في التسويق؟ بس التجاره دي 90% وانا جايب 98%. معلش يعني الباقي ده يعني انا اهلي قطعوني حروب حروب. طب نديك بالباقي البيان مثلا عشان تحقق حلمك. أناشد وزير التربية والتعليم بمنح الناس بباقي درجاتهم كوبونات خصم على الزيت والسكر والبنزين، يمكن يوافقوا يدخلوا الكلية اللي هم أصلا كانوا عايزينها. لو أنت فاهم إنك لما تدخل الكلية هتطلع واحد بيفهم، هل تعلم إن بقالك 12 سنة بتدرس في المنظومة دي؟ بعد 14 سنة خدمة في ثانوي. وتخيل أنت لغاية النهاردة غير قادر على إنتاج أي حاجة. تفتكر بقى الأربع ولا الخمس سنين اللي جايين اللي بنفس الطريقة هيخلقوا منك إيه؟ أنا ممكن أقول لك على فكرة: قدرة رهيبة على حفظ جميع أنواع الملازم، قدرة جبارة على تحليل نفسيات الدكاترة والمعيدين عشان تعرف تربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه، قدرة مهولة على نقل الشتات من ناس كاتبة بخط أنت في الطبيعي مش هتعرف تقراها خالص، حالة بلاهة في موضوع الدرجات ده، ومش هيبقى فارق معاك غير إنك تنجح بقى وتخلص عشان تبدأ تعمل اللي أنت عايزه. مش مصدقني؟ أنا عايزك تبص في الدنيا هتلاقي أغلب الناس بتشتغل شغلانة ملهاش علاقة بتخصصها في الكلية. برضه مش مقتنع؟ طب انا هقول لك حل وسط. لو مصر ان يبقى معاك ورقه عليها ختم ان انت متخرج من حته والحاجات دي، خش يا عم الكليه للتنسيق هيلبسك فيها، انت حر. بس عايزك تبقى مقتنع ان ده مش مصيرك، ولا انت نجحت عشان دخلت كليه المجتمع مسميها كليه قمه، ولا فشلت عشان دخلت معهد القطن بتاع السمك الفيليه. الموضوع معتمد على المجهود والعلم اللي هتجمعه في الفتره اللي جايه من اساليب التعليم الحقيقيه المتاحه على الانترنت. في فيديو انا عامله اسمه لو عندك فكره طز، اتفرج عليه وانت تفهم ممكن تتعلم ازاي. في الاخر احب اقول للناس اللي جابت مجموعه انت ما نجحتش في حاجه ليها لازمه، محتاج تبذل مجهود عشان يبقى لك لازمه. واحب اهني وبارك واقول مبروك لكل الناس اللي فشلت انها تنجح في منظومه تعليم فاشله. ما تضايقش نفسك، ميسي ما خدش كاس العالم ولسه عايش، انت ما عرفتش تاخد دوري الشباب بتاع مركز شباب الصحراء الغربيه، فعادي. لو تعرف حد متضايق من نتيجه الثانويه العامه خد ثواب وسمعه الكلمتين دول. هتلاقي فيديوهات ليا كتير بتتكلم عن الموضوع ده على يوتيوب، هتلاقي اللينك موجود، وتقدر تتواصل معايا عن طريق فيسبوك وتويتر برضه هتلاقي اللينكات موجودة. صباح الفل.